بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني فيديو جديد مع الساعة الف 91 مع شؤون الجماهير. النهاردة لقاء ما بين الماضي والحاضر، الشباب والعواجيز. الساعة ديت مع راجل مزارع، عايزين نعمل لها مراجعة كده. هو جابها لي عشان خاطر الاستراب بتاعها. هو ما عادش في استراب عامة يعني هو ده اللي اتبقى منه، فاحنا لسه هنركب له استراب جديد. الساعة هنشوف ايه الاعطال اللي فيها. هي اول حاجة الاستراب بتاعها طبعا انتهى، تمام، ومن فترة يعني هي ممكن تقعد لها مع الشغل سنتين وتضطر تركب لها استراب جديد اللي هو الرابر، تمام، حسب شغلك برضو. الساعة متبهدلة خالص، هو مش يعني ما بيعتنيش بيها، بس احنا ممكن نجرب كده نديله ايه سن التنظيف. ممكن نحط دي كده، نجيب كده فرشة نبدأ تنظيف مبدئي. هو اصلا جايبها عشان اركب لها استراب، تمام. هو كان فينا حبة كده مش عارف طينة ولا طبيخ. المهم نشوف بس اول حاجة مثلا الزراير. الاضاءة شغالة، زرار تظبيط الوقت هو بيعدي معايا بس ما بيقراش في الساعة. وده طبعا اكيد في طينة دخلت في الزرار من جوه، تقيل شويتين 3، تمام، محتاجة تنظيف وغسيل طبعا. نجرب كده، ده برضو شغال، تمام. يبقى احنا كده اول مشكلة عندنا الاستراب. الظرف طبعا متهالك، بس هو الساعة معاه تقريبا قرابة ال8 سنين، فهو كويس منها. هو برضو لو بيعتني بالساعة شوية هتفرق معاه، لكن هو مزارع ففي شغل صعب شوية في الساعة، فكويس يعني. هي كويس انا شغالة معاه لحد دلوقتي. بصوا بقى ورا هنا ميد ان شاينا، عشان تعرفوا ان الشغل كاسيو من زمان، يمكن قرابة من 10 ل15 سنة، وكاد اجزم ان هو من 20 سنة كمان، وهي ميد ان شاينا، تمام. 159 هي لحد دلوقتي مكتوب عليها ياباني، وده مش حاجة تعبها يعني، ده التقفيل في الصين. بصوا بقى الزراير بتاعتها بالمسامير اللي هو العادة والصليب، تمام. تعالى بقى نشوف الجديد. هو ده الشباب برضو ميد ان تشاينا، تمام. دي اتش دي يعني اعلى مقاومة للماء، وهنا برضو دي اتش، تمام. مسامير نفس الحجم نفس الاصل، تمام. الكود ده برضو هنلاقي في الظرف هنا، مش عارف هيبان معاكم ولا لأ، بس انا عملت فيديو قبل كده ممكن ترجعوا ليه، هتلاقوني كنت مبين الكود اللي هو في الظرف. طيب لو دوسنا دوسة طويلة، هل هيبان معانا كلمة كاسيو؟ هيبان كلمة كاسيو، يعني انا ما برجحش العملية ديت لانها موجودة في ساعات تقليد. وهنا برضو هيبان كلمة كاسيو، تمام. طيب في برضو العملية اللي احنا قلنا عليها قبل كده، اللي احنا بندوس 3 مع بعض ونبص هنا كده. مش عارف هقرب لكم اكتر. على الجنب الحتة دي والحتة دي، وهنا الزوايا دي كده هي مظبوطة أصلية، تمام. بصوا هنا برضو
عارف باينة معاك ولا لأ، بس الزوايا تمام، العلامة اللي فوق والعلامة اللي تحت كله كده تمام. طيب الاف 91 ولا ال159 اللي هي المعدن؟ والله حسب. مشكلة الاف 91 الاستراب بتاعها سنتين تحتاج تغيره، تمام. الظرف بتاعها يكاد صعب تلاقيه في السوق، تمام، يعني احنا ما بنلاقوهوش اساسا. لكن ال159 كل قطع غيارها موجودة. بالنسبة بقى للماكينة الاف 91 نفس ماكينة ال159، تمام. هما الاتنين يعتبروا واحد من ناحية الماكينة، لكن قطع غيار 159 متوفرة أكتر من قطع غيار الاف 91، تمام. أتمنى تكونوا استفدتوا. أنا قلت أعمل لكم فيديو سريع كده، الساعة دي كانت جاية لصيانة، ما كنتش محضر ليه بصراحة، يا رب تكونوا استفدتوا أو عرفتوا أي معلومات عن الاف 91 والفرق بينها وبين ال159. شكرا.